سواء حابب تعمل دعاية لشغلك أو أصلا تشتغل في الدعاية والماركتينج، أو حابب تشتغل في الفريلانسنج، أو حابب تبدأ تعمل قناة اليوتيوب الخاصة بيك، الفيديو إيديتنج هو من الحاجات الأساسية لكل ده. والفيديو إيديتنج فيه برامج كتير جدا زي بريمير برو، زي كاب كات، زي دافينشي، ولكن اللي هنشتغل بيه النهاردة هو كاب كات لأكتر من سبب. أولا هو سهل جدا إن أنت تبدأ تتعلمه. ثانيا في حاجات كتير بريسيتس جاهزه، مجرد ما هتشدها وهتشتغل بيها على طول وعظيمه قوي، عكس برنامج زي بريمير اللي فيه حاجات معظمها مش بيستخدم دلوقتي. والحاجه الثالثه والاهم على الاقل بالنسبه لي هو انه خفيف على الجهاز، فاقدر عادي اسجل، اعمل سكرين ريكورد وانا فاتح البرنامج من غير ما اللابتوب يشتمني. يلا بينا نبدا. اول حاجه معانا مجرد ما نفتح البرنامج هيطلع لنا المنظر ده. الحته دي حته الاكونت، وهنا بنعمل كريت بروجكت. لو هنختصر اللاي اوت بتاع كاب كات هنقول ان تحت هو التايم لاين، الحته اللي بتحط فيها الفيديوهات بتبقى مرصوصه فيها فوق بعض، الحته اللي بتقص فيها الفيديو الثواني بتاعته وهكذا. اللي فوق في النص هو البلاير، لما بتشغل فيديو بيشتغل في الحته دي. يمين فوق الحته دي بتستخدم للتعديلات بشكل مطلق، يعني مثلا حته الديتيلز دي لو دوست على موديفاي هعدل اسم البرنامج، اللوكيشن اللي متسيف فيه وهكذا، اسم الفيديو قصدي. ولو عملت سيلكت على فيديو زي ما هنشوف بعد كده هيفتح لنا سيتنجز كتير جوه الفيديو نفسه، زي الاوديو، الفيديو، وهكذا، حاجات كتير نعدل فيها جوه. فوق على الشمال هي الحته اللي بنعمل منها اد، الحته اللي بنضيف منها الحاجات للتايم لاين، سواء اننا بنعمل امبورت لفيديوهات من على الجهاز، او بنشد اوديو، بنشد تكست، بنشد ستيكرات او افكتات وهكذا. اول خطوه معانا في الفيديو اديتنج هي خطوه الامبورتنج، ان انا اخد فايلات من على الجهاز احطها في البرنامج ثم اشدها للتايم لاين بتاعي. اعمل كده ازاي؟ يا اما ادوس على زرار البلس هنا يفتح لي الفولدرات اختار منها، او ان انا افتح جوه الجهاز نفسه اشد مثلا 3 فيديوهات عاجبني وراح جاي مدخلهم جوه البرنامج. طيب ندخل في الخطوه الثانيه، ان انا اخد الحاجات من الامبورتنج للتايم لاين. هعمل ايه بكل بساطه؟ ممكن لو انا عايز الفيديو كامل هاخده اشده كله على بعضه واحطه هنا. طيب خلينا نقول ان انا الفيديو ده مش عايزه كامل، انا عايز حته صغيره منه. قدام اختيارين، لو انا عايز ابدا مثلا من النقطه دي ممكن اروح جاي شادد السلايدر دي للحته دي، خلاص. او لو انا خايف السلايدر محتاج مثلا ثانيه معينه او في ثانيه معينه، فريم معين، مثلا الفريم ده انا عايز اقف عنده بالظبط، هروح جاي ده الزرار الاي هيعلم الان بوينت اللي هيتشد منها. ثم انا مش عايز مثلا الفيديو لحد الاخر، عايز بس لحد مثلا النقطه دي، هروح جاي ده الزرار الاو، ومن هنا اروح جاي شادد الجزء الصغير اللي انا اخترته ده للتايم لاين بتاعي. طبعا بعد كده هتبدا مرحله ان انت تقصقص الفيديو بتاعك. بس قبل القصقصه انا بحب اولا ان انا اغير في الاوديو، فهندخل في الاوديو. الاوديو هنا عندك حاجتين اساسيتين. الحاجه الاولانيه هي البيزك سيتنجز. البيزك سيتنجز زي ان انت تلعب في الصوت نفسه، لو انت عايز تعلي الصوت، عايز توطيه شويه. او الفيد ان هو ان الصوت يبقى صفر ويبدا يزيد واحده 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 لحد ما يوصل للصوت الطبيعي. وهنا انت بتحدد عدد الثواني بالظبط اللي هياخدها عشان يوصل للصوت الطبيعي، 3 ثواني، 5 ثواني، 7، براحتك. الفيد اوت هو العكس، يجي على اخر الفيديو والصوت يبدا ينزل 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 لحد ما يوصل للصفر، وهنا برضو انت بتحدد عدد الثواني بالظبط اللي انت عايزها. خلاص. نورماليز لاودنس هو بيظبط لك العلو بتاع الصوت، تقريبا بيوحد الصوت بتاع الفويس بتاع الفيديو بتاعك، ولطيف الى حد ما. ريديوس نويز بيقلل الدوشه لو في دوشه كتير حواليك. والانهانس فويس هي طبعا برو فيتشر الناس اللي بيدفعوا فلوس، وهي بكل بساطه بتحسن من الصوت. الفويس ايزوليشن بتعزل الصوت لو انت وراك موسيقى، لو في صوت دوشه عاليه قوي او هواء عالي قوي جنبك، الفويس ايزوليشن اكتر من رائع في الحاجات دي. الفويس تشينجر مش هتحتاجه ومش هتستخدمه، وبكل بساطه ممكن تعمل كاركترز، واحد غير صوتك شويه صوت روبوت، حاجات زي كده. ممكن تخلي صوتك صوت الكلام بتاعك على شكل اغنيه شويه، بيبقى فيه زي لحن بسيط في الصوت. الحاجات دي مش هتحتاجها قوي دلوقتي. ثم ندخل على الخطوه الثانيه وهي مرحله القصقصه. طيب هقصقص الفيديو بتاعي ازاي؟ ومن هنا نبدا ندخل على التولز. التولز معانا عندك السبليت ده بيفتح لك الموس اللي بتاخده تقطع بيه الفيديو اللي انت عايزه. انا عايز اقطع هنا واروح جايب كل بساطه معلم هنا، خلاص. انا هطبع ادوس طبعا كنترول زي في اي برنامج في الدنيا، كنترول زي بيعمل اندو، وبرده ممكن تدوس على الاندو من هنا على طول.
لو انا عايز اريدو اللي انا عملت له اندو واروح جاي دايس ريدو، فهيعيد الحاجات اللي انا لسه عامل لها اندو، القصه والقصه الثانيه، فاعمل اندو تاني. ماشي، المهم. وعندك سيلكت ليفت وورد، لو انا عملتها كده واخترت كده هيختار كل الحاجات اللي على الشمال. سيلكت رايت وورد بكل بساطه هختار كل الحاجات اللي على اليمين. طبعا بالنسبه لنقطه القصقصه، لو فضلت كل شويه عشان اقص حته من الفيديو اروح جاي داخل على التولز، دايس سبليت، وداخل عامل قصه ثم مكمل ثم عامل قصه تانية وهكذا، مش هنخلص. فانصحك عشان تسرع في وقتك تدخل على شورت كاتس فوق. شورت كاتس عندك حاجتين اساسيين مهمين جدا. اولا السبليت. السبليت دي مهمه جدا لسبب بسيط، ان انت بتروح جاي بكل بساطه واقف على الحته اللي انت عايز تقف عندها من غير ما تغير التول بتاعتك، دوس حرف سي، او انا اللي مخليها سي عشان ده الاختصار اللي انا متعود عليه في بريمير برو. خلاص. والشورت كات التانية اللي انصحك تركز عليها اسمها ديليت ليفت اهي. ديليت ليفت انا عاملها الت سي. دي بكل بساطه بتعمل ايه؟ انا مثلا قصيت عند الحته دي، اروح جاي مثلا داخل هنا، انا الجزء ده كله انا عايز الغيه، اروح جاي مثلا عامل هنا ودايس الت سي، وهنا ما قصش، هو قص وقطع كل اللي الشمال. فدي حاجه عظيمه جدا، هتختصر معاك وقت كتير جدا، بالذات وانت بتمنتج الفيديو بتاعك وفي حاجات انت عايز تشيلها. بعد ما قصصنا الفيديو نبدا ندخل على السيتنجز الثانيه معانا، هي الفيديو سيتنجز. انا دلوقتي الفيديو ده عايز اعدل فيه شويه، انا جاي داخل هنا عندي في حاجات هنا بيزك. البيزك هو ان انا مثلا اعمل سكيل دي بتعمل زوم ان زوم اوت. خلاص، لو عايز اكبر الحاجه 120 ممكن العب هنا على طول. خلاص. هنا هتلاقي تحت على اليمين، قصدي فوق على اليمين، اسمها حته اسمها كي فريمز. الكي فريمز دي هنتكلم عنها في الاخر، الحته الادفانسد. خلاص، عشان هي صعبه شويه فهنخليها اخر حاجه. ثم البوزيشن ممكن تلعب في الاكس نفسها عشان تحرك البتاع كده. ايه ده؟ تحرك البتاع كده ممكن انت تعمل لها دراج بايدك على طول مانيوال. تمام. ثم الروتيت، لو انت جايه معاك مثلا تلف فيديو معين 90 درجه وهكذا. بعد كده هتنزل هتلاقي البلند مفيد قوي في حاجات زي ترانزيشنز، هنتكلم برضو عنها في الاخر. استابلايز لو الفيديو بتاعك مهزوز بيحسنه شويه. الريلايت لو وشك مظلم او الكلام ده كله بيظبط شويه في الوش، دي طبعا برو فيتشر الناس اللي بتدفع برضو. ريديوس ايمج نويز، لو الايمج نويز بتاعك عالي. الايمج نويز هو ان يبقى فيه زي حباحيب كتير في الفيديو بتاعك، بتحسنه. الموشن بلور بتاعك هو لما تحرك ايدك الحركه بتبقى شكلها عامل ازاي، بتحاول تخليها طبيعيه على قد ما تقدر. ودي الحاجات البيزك. الحاجات التانية ريموف باك جراوند، هنتكلم في الحاجات الادفانسد برضو عن الاوتو ريموفال، الاوتو كات اوت ممكن تستخدمه في ايه. الماسك لو انت عايز تحط حاجه في شكل معين، لو انا عايز مثلا احط الفيديو ده فوق الفيديو ده وابقى عامل جزء معين بس من الفيديو هو اللي مختاره، بتحط ماسك. والريتاتش اللي كنا اتكلمنا عنها اللي بتظبط شويه في الوش، السموث، البرايتنس والحاجات دي كلها. ندخل على اخر 2 سيتنجز معانا، الانيميشن. والانيميشن دي شغلتها الاساسيه هو ان انت الدخله بتاعه الفيديو والخارجه بتاعته. يعني على سبيل المثال انا دلوقتي عايز اعمل انيميشن للفيديو ده. الفيديو ده لما ينقل على الفيديو ده يبقى فيه شكل معين للنقل. ممكن مثلا يبقى عامل المنظر ده، تبقى عامله كده. طبعا منظرها معاق جدا ان انت بتحاول تجيب اكتر حاجه انت هتحسها حلوه وهتحسها لايقه. ثانيا يكون مش ده موضوعنا دلوقتي. والاوت، الخارجه بتاعه الفيديو. يعني مثلا انا عايز، خلينا نخرج برضه من الفيديو ده بمنظر روتيشن. خلينا نشوف هيبقى عامل ازاي. اوكي. ثم الحاجه الثانيه اللي معانا وهي السبيد. السبيد بكل بساطه هي السرعه. لو انا عايز اجري الكليب اسرع شويه من كده اخليه تايمز 2. ابص بيجري بسرعه بيجري بسرعه. خلاص. وممكن برضو اخليه بشكل كيرف. طيب الكيرف ده معناه ايه؟ الكيرف ده معناها ان انت لما هتطلع السبيد بتاعتك هتطلع، لما هتنزل على النورمال السبيد بتاعتك هتنزل على النورمال، وفي الاخر لما تمشي بشكل ستريت لاين السبيد بتاعتك هتبقى ستريت. ده الموضوع بكل بساطه. يعني مثلا بص هنا، لحظه واحده، بس هتلاحظ ان الفيديو في حته بقى بيسرع فيها قوي وحته ثانيه بيبطأ. الجزء ده بيبطأ فيه والجزء ده بيمشي نورمال عادي. ده بالنسبه لجزء السبيد. ننسى بقى موضوع السبيد وندخل على الحاجات اللي هنضيفها للبرنامج.
اول حاجه معانا ممكن نضيفها ستيكرز. ستيكرز زي ايه؟ هتلاقي هنا ستيكرز بكل الانواع والاشكال، هتلاقي هنا في ايموجيز، هتلاقي في ستيكر سبسكرايب، هتلاقي في ستيكر نجوم ممكن تضيفها. يعني مثلا خلينا نضيف اي ستيكر عبيط. الستيكر ده مثلا، الستيكر ممكن تلعب في السكيل بتاعه نفس الفكره، ممكن تلعب في الانيميشن اللي بيدخل فيه، ممكن تلعب في التراكنج بكل بساطه هو انك تربط الستيكر بحاجه بتتحرك جوه الفيديو، او ان انا اربطه بحركتي. هل اربطه بحركه وشي، اربطه بحركه صبعي، اربطه بحركه الورقه، وهكذا. دي الفكره من التراكنج، بتاع منظر جميل جدا. بالنسبه للنقطه رقم 8 معانا في الفيديو ده هي التكست، النص. ان انا اروح جاي شادد خط معين جوه ايه الفيديو. ممكن تشد الديفولت، ممكن تبقى عامل انت بريسيتس معينه بتشتغل بيها، ممكن تجيب حاجات بتسيفها اصلا في كاب كات، افكتات معينه، مثلا المنظر ده نيون، حاجات جميله، في حاجات جميله كتير قوي في كاب كات، عشان كده انا بحبه. او بكل بساطه انك تاخد الديفولت وتعدل في الديفولت انت براحتك بعد كده. تمام. بالنسبه للفونت، ممكن هنا بتعدل طبعا زي ما قلنا في الفونت، الادوار مثلا، اي حاجه موجوده عندك بتعدل هنا في الفونت سايز، حجم الخط، تعمله بولد، تحط هنا خط تحت البتاع تخليه ايتاليك مايل شويه، وانزل لتحت. هتلاقي هنا حاجات ممكن تغير في اللون، تغير في الالاينمنت، كاركترز اونلاين وهكذا. ماشي. الشكل طبعا اشكال زي ما قلنا، انت ممكن تشد حاجه اساسيه او تعدل في الحاجه بتاعتك بعد كده. الترانسفورم الفكره من الترانسفورم ان انت تستخدم الكي فريمز اللي هنتكلم عنها برضو في اخر الفيديو، في ان انت مثلا تخلي الفونت بتاعك يكبر او تخلي الفونت بتاعك يتحرك من مكانه. دي الفكره من الترانسفورم بشكل عام. والبلند ان انت تقلل الاوبستي، تخليه شفاف خالص مش باين، او تخليه نص شفاف، وهكذا. الستروك، الخط اللي حوالين الكلام، الستروك حاجه جميله جدا. وطبعا ممكن تحط له باك جراوند، خلفيه وراه، ممكن تحط له جلو، لمعان يلمع، تحط له شادو تحته، او تخليه كيرفت بكل بساطه. ايه الحاجه اللي ممكن تضيفها برضه؟ ممكن تضيف بابلز، اشكالها غريبه شويه بس ممكن تستخدم حاجات منهم بتنفعك. الافكتات برضو نفس الفكره، الافكتات بتاعت الشكل اللي احنا اتكلمنا عنها. الانيميشنز نفس الانيميشنز بتاعت الان والاوت او اللوب، انها كل شويه تتكرر، انها مثلا تقعد تفليكر او تقعد تولع نار، تقعد تتهز، ايا يكن الحاجه اللي انت هتختارها يعني. التراكنج نفس الفكره بتاعت الستيكرز بالظبط، انك تتراك حاجه معينه. التكست تو سبيتش هو ان انت تكتب كلام وهتلاقي صوت معين بيردده، حاجات غريبه زي كيوت بوي، كونفيدنت ميل، ما علينا. وندخل في النقطه رقم 9 معانا، وهي الافكتس والترانزيشنز. الافكتس بكل بساطه زي مثلا التلفزيون، لما هتضيفه هتلاقيه بالشكل ده اسمه فولد كاسيت، ان هو بيخلي بتعمل كده. ده منظر التي في، خلي الفيديو نفسه في تلفزيون بكل بساطه. افكتات بقى كتير، هتلاقي في حاجات ترندنج، هتلاقي في حاجات جامده جدا روشه في الاخر، وهكذا. الترانزيشنز هي شبه شويه الانيميشنز اللي احنا اشتغلنا بيها، بس الفرق انها لازم عشان تعملها لازم تكون بين فيديوهين. يعني مثلا لو الفيديو ده فوق الفيديو ده، او الفيديو ده مايل شويه عن الفيديو ده، مش هعرف احط ترانزيشن بين الاثنين. تمام. فدي حاجه تبقى واخد بالك منها. البولين من اكتر الحاجات اللي انا بحب استخدمها، بكل بساطه بيعمل ايه اوريك دلوقتي. هيروح جاي شادد الفيديو لجوه، بس الفيديو ده طبعا له انيميشن ان وله بول ان، فالدنيا هتلاقيها خربانه شويه، بس دي الفكره من الترانزيشن بشكل عام. والنقطه رقم 10 معانا، وهي الفلترز والكالر جريدنج. الفلترز الفكره منها هو ان انت تضيف مود معين على الفيديو بتاعك، او ان انت تظبط الالوان بتاعه الفيديو بتاعك. بكل بساطه تدخل على التاب بتاعه الفلترز فوق، وتختار فلتر معين اللي تحسه لايق على الحاله بتاعه الفيديو. فيها هتلاقي حاجات غامقه، حاجات فاتحه، حاجات منوره، حاجات قديمه، وهكذا. الفلتر اللي انا بحب استخدمه اكتر حاجه هو فلتر اسمه كلير، بس بحب استخدمه على الفيديوهات العاديه. ده فيديو محطوط عليه افكت اصلا، فالدنيا هتبقى خربانه خالص، بس يعني ايه ايا يكن. برضو من الحاجات اللي ممكن تعملها ان انت ممكن تعمل هاي تراك عشان تخفي الفلتر. بص الفرق في الافكت، تحس انه بيزود كونتراست بتاع الالوان، بيوضح الالوان شويه، عشان كده انا بحبه.
وبس كده هنتكلم بقى على الكالر جريدنج. الكالر جريدنج له حاجات كتير، له اشكال كتير، انت بتجيبها من الادجستمنت اللي هنا. في عندك البيزك، ممكن تلعب في حاجات بسيطه جدا زي الاضاءه، درجه الحراره، تخلي الفيديو مصفر شويه، محمر شويه، مش عارف ايه، ساتوريشن بتاع الالوان او ساتوريشن بتاع اللون الاحمر بالاخص. وهنا انت ممكن تلعب في كل لون على حده. انا اللون الازرق عايز اوضحه شويه زياده، اروح جاي اعمل كده، هو كده بقى موف. عايز اخليه اللون الازرق اخليه لبني مثلا، هيبقى عامل كده، وهكذا. ده التنت. في كيرفات، لو انت بتعرف تشتغل بالكيرفات، انا ما عنديش فكره الكيرفات دي بتشتغل ازاي لحد دلوقتي، بس لو انت بتعرف تشتغل بحاجه زي كده ممكن تشتغل بيها. لو انت مش فاهم اي حاجه في الكلام ده كله، فبكل بساطه اشتغل بالفلترز، وهي الفلترز كويسه جدا. النقطه رقم 11 معانا في الفيديو وهي الاوديو انجينيرنج، هندسه الصوت. بكل بساطه في هنا اوديو، ممكن تدخل على ميوزك، في هنا موسيقى كتير، بس نصيحتي الموسيقى دي ممكن تستخدمها لو انت هتشتغل على تيك توك. لكن لو الفيديو اللي انت بتعمله ده لليوتيوب، لشغل كوميرشال، شغل انت مثلا شغال خلاص دلوقتي فيديو اديتور وبتعمل فيديوهات لشركات، بلاش تستخدم الموسيقى دي عشان ممكن يكون عليها كوبي رايت. اظن ان معظمها عليه كوبي رايت. حاجه كمان بالنسبه لتظبيط الصوت بتاع الفيديو بتاعك، تخلي دايما الموسيقى اللي هتحطها في الخلفيه اوطى من صوت الشخص اللي بيتكلم، عشان انا بغلط الغلطات كتير. تمام. الحاجه الثانيه الساوند افكتس، حاول تخلي فيه ساوند افكت، اي حاجه تحس انها لايقه عليها ساوند افكت. كلمه بتظهر ممكن تعمل صوت، في صوت بوب كده. كلمه بتتكتب تعمل صوت حاجه بتتكتب. البول ان اللي احنا حاطينها هنا دي، الشده اللي جوه دي، ممكن تضيف عليها صوت زي ووش كده، كأن الدنيا بتتشد في الهواء. فاهم؟ الحاجات دي كلها بتحسس المشاهد ان الفيديو ده هو داخل فيه، مش مجرد ان هو بيتفرج عليه بس، هو سامعه كمان. فدي بتبقى اضافه جميله جدا. وبس كده بالنسبه للاوديو. وبكده ندخل على حاجات المتقدمه شويه في برنامج كاب كات. اولهم هو الكي فريمز. الفكره من الكي فريمز بشكل عام هو ان انت مثلا عايز تخلي الفيديو مش زومد ان على طول. يعني مثلا الفيديو ده انا مش عايز اخليه 120% بس، لا، انا عايز اخليه يدخل واحده واحده لحد ما يوصل ل 120%. اعمل كده ازاي؟ خلينا ناخد الفيديو ده كمثال. انا هنا في الحته دي انا عايز بدايه الفيديو يبقى 100%. اروح جاي حاطط فريم، كي فريم، ونوصل مثلا عند النقطه دي انا عايزه هنا يوصل نقول مثلا 150% مثلا. اروح جاي اعمل زوم، بس انا عايز الزوم يبقى الراجل في نص الشاشه. اعمل كده ازاي؟ اروح جاي برضه راجع لورا وداخل على البوزيشن. ده المنطقه الاساسيه. انا عايز هنا يبقى فيه كي فريم، بعد كده اتحرك على الكي فريم التاني بتاع السكيل من الحته دي، نروح للنكست كي فريم عشان اقف بالظبط في نفس النقطه بتاعت السكيلينج، واروح جايب الراجل في نص الشاشه. بس كده. لما نيجي نتفرج على المنظر اللي هيحصل قدامنا، هو عمال بيزوم ومخلي الراجل في النص، لان هو بوزيشن بيتحرك وفي نفس الوقت بيعمل زوم ان. ودي الفكره من الكي فريمز باختصار. بما اننا دلوقتي عرفنا اساسيات الكي فريمز ازاي نحطها، نبدا بقى نعرف ازاي نخلي الحركه سموث شويه. يعني ما تبقاش الحركه عماله بالظبط بنفس الكميه بالظبط كل ثانيه، لا، في سنه زياده في حته، في سنه ناقصه في حته، بحيث انها تبان طبيعيه. هنروح جايين عاملين رايت كليك على الكليب بتاعنا وندخل على شو كي فريم انيميشن. والحته دي هي الحاجه اللي انا ما بحبهاش بصراحه في كاب كات. انا بحب تظبيط الكيرفات اكتر بتاع بريمير، بس ايا يكن. وهنا بنعمل زوم ان وزوم اوت على التايم لاين، هنتكلم على السيتنجز بتاعت التايم لاين كلها في الاخر. وندخل على مثلا هذا الكي فريم، بعلم عليه، بروح جاي، هو مثلا كان معمول لينير يعني خط واحد مستقيم، لا انا عايزه في سنه في الاخر زياده. اروح جاي دايس على اوتو كيرف. لو انا عايز ممكن سنه اكتر كمان، بعمله فري كيرف واتحكم بقى فيه زي ما كده، اتحكم فيه زي ما انا عايز اعلم على الكي فريم بالظبط من الزرار ده، هتعلم عليه على طول. تقدر تتحكم فيها زي ما انت عايز من هنا، مثلا تظبط ترفع لفوق شويه، تنزل لتحت شويه، وهكذا. وتروح على الكي فريم اللي بعده، نعلم عليه، نديله برده حته كده اوتو كيرف، وحلو كده. حتى احس ان الحركه بتاعت الزوم شويه بطيئه، بعد كده يدخل شويه اكتر، تحس الحركه بقت احلى شويه. النقطه رقم 13 معانا هي الكات اوت. الكات اوت معناها ان انت تشيل الخلفيه اللي وراك وتحط سواء خلفيه جديده، او مثلا تخلي فيه كلام يتكتب ورا، او حاجه ستيكر يطلع من ورا، ايا يكن الحاجه بالظبط. هو ده ايه الكات اوت.
خلينا نبدا نطبق الكات اوت سريعا. بتجيبه منين؟ بكل بساطه من الفيديو ريموف باك جراوند، قدامك اكتر من اختيار. هنستعمل بالفيديو ده عشان الفيديو الاولاني وش فيه مش واضح قوي، هيبقى صعب ان هو يعمل منه كات اوت، بس ايا يكن. هندخل قدام اختيارين. الاختيار الاولاني هو الكروما كي. الكروما كي ده لو انت بتستخدم خلفيه بلون معين وراك، هتروح جاي واخد الكالر بيكر، تختار لون الباك جراوند اللي وراك، تختارها وتقلل تزود الانتنسيتي جامد، بس احنا طبعا مش مستخدمين حاجه معينه ورانا فمش هنقدر نعمله. او الاختيار التاني هو ان انت تعمل اوتو ريموفال، ان انت تفصل الشخص عن الخلفيه اللي وراه. الفكره من ده ان انت عشان تطلع تكست وراك، ستيكر وراك، او ايا يكن الحاجه عشان تدي افكت جامد. ومهم تبقى حاطط حاجه مهمه في دماغك، ان انت لو هتفصل الشخص عن الباك جراوند فهتحتاج تعمل دوبليكيت لللاير نفسها. يعني ايه دوبليكيت؟ يعني انا لو اخدت اللاير دي وشدتها بتشد معايا. طيب انا دلوقتي مش عايز اشدها، انا عايز اعمل منها نسخه ثانيه. هعمل ايه؟ هدوس على الت واشد الفيديو بقى منه نسختين. بس ده الموضوع ببساطه، احنا طبعا دي نسخه زياده مش محتاجينها، فيلا بينا. هنخلي النسخه اللي فوق كات اوت، يعمل لها اوتو ريموفال، هيفصل الشخص عن الخلفيه اللي وراه، والفيديو اللي تحت هيكون هو الباك جراوند الاساسيه، ونستناه يبروسيس، وبكده الاوتو ريموفال يكون اكتمل. يلا بينا ندخل بكل بساطه الحاجات اللي اتفتحت لنا. انت طبعا بالنسبه لك لو شغلنا الفيديو مش هتحس باي تغيير، ولكن احنا ممكن نضيف ستروك للشخص نفسه بيبقى بالمنظر ده، او ممكن تعمل دوتس، او ممكن اي حاجه ايا يكن الحاجه اللي انت عايز تعملها. او الميزه بقى التانية ان انت ممكن تجيب باك جراوند تحطها ورا الفيديو نفسه. انا شغال ورايا باك جراوند تانية خالص، الباك جراوند شغاله، المشهد شغال، وانا بتكلم فوق الباك جراوند، وهي دي قوه الاوتو ريموفل. النقطه رقم 14 معانا هي البلند مود. يعني ايه بلند مود؟ بلند مود هتستخدمها قوي في حته الترانزيشنز. يعني لو جبت الترانزيشن ده اخدت منه هذه الجزئيه عشان انا عايز اقفل الفيديو بالظبط عند الحته اللي بيجيب فيها ابيض خالص عشان الترانزيشن يشتغل، واروح جاي حاطط الترانزيشن هنا. لو جينا نشغل الترانزيشن ده فوق الفيديو على طول هتلاقي المنظر ده، الشاشه اسودت والترانزيشن بقى واخد البتاع كلها. بس مش ده اللي احنا عايزين. احنا عايزين يبقى فيه الالوان بتلعب حوالين. طيب لو دخلنا في البيزك البيزك لو سمحت ننزل تحت على البلند، ندخل على المود ونختار ممكن سكرين من اسهل الحاجات للترانزيشنز، ونشغل. يلا بينا. بص هتبقى عامله ازاي، طخ ودخلت في الفيديو اللي بعده على طول. هي دي قوه البلند مود وقوه الترانزيشنز اللي ممكن تنزلها. ممكن تنزل بقى دلوقتي اي ترانزيشن من على اليوتيوب، اي حاجه تحطها وتشغل بلند مود هيديك نفس الافكت ده بالظبط. نقطه رقم 15 واخر حاجه عشان يبقى عندك بس علم بيها هي السيتنجز بتاعت التايم لاين. اولا عندك هنا تحت ممكن تعمل فويس اوفر، تريكورد بصوتك. هنا الحته دي اسمها تراك ماجنت. التراك ماجنت الفكره منها ان انا لو هي شغاله وجيت لغيت مثلا الفيديو ده ثانيه واحده، هتلاقي الفيديوهات كلها ايه لزقت في بعض. لكن لو انا قفلت التراك ماجنت وجيت لغيت الفيديو ده هيفضل المين تراك مقسوم عادي. دي الفكره من التراك ماجنت. نعمل اندو ونشغله تاني. الاوتو سنابنج هو ان انت لما تيجي تشده يقف عند تلاقي في خط معين بيقول لك ايه اقف هنا عشان يبقى الفيديو ده قد الفيديو ده، لكن الخط ده زي ما انت شايف ما بقاش موجود. فلو جينا رجعنا الاوتو سنابنج وجيت شديت ده عند بحاول اظبطه اهو، هظبطه عند الحته دي. بص شايف الخط اللي طلع ده بيوقفني عشان اظبط الاتنين مع بعض. دول اهم حاجتين يبقى عينك عليهم. الحاجه الثالثه هي الحته بتاعت زوم تو فيت تايم لاين. تعمل كده بتخلي كل حاجه مفروضه عشان تكفي التايم لاين. ممكن تعمل كنترول ماينس عشان تعمل زوم اوت، تعمل كنترول بلس عشان تعمل زوم ان، او تشد السلايدر من هنا على طول تعمل زوم ان على طول، تعمل زوم اوت من هنا، وهكذا. لسه مخلص مونتاج فيديو كاب كات وادركت حاجه مضحكه شويه، هو ان انا نسيت اقول لما تخلص المفروض تعمل ايه. لما تخلص خالص الفيديو بتاعك، خلاص المشروع بتاعك، في النهايه هتروح جاي دايس على اكسبورت عشان تطلع الفيديو في شكل MP4.
خلاص هيفتح لك الويندو دي. هتغير مثلا اسم البروجكت بتاعك، انا ريلز، اللي تختار اللوكيشن، ريزوليوشن 1080 عشان الكاميرا بتاعت الموبايل بتاعت الصور 1080. ممكن لو عندك حاجة أحسن من كده بتخليها كده، تمام. والحاجة التانية اللي حابب أتكلم عليها برضو هي الفريم ريت. الفريم ريت الستاندرد بتاع السينمات بيكون 24. كاميرا موبايلي برضو بتصور 30، فأنا مثبتها على 30 وخلاص. بس يفضل بعد كده لو هتصور حاجة يعني سينمائية شوية، فيلم قصير مش عارف ايه، تخليها تظبط الكاميرا 24 وتعمل اكسبورت كمان على 24. في النهاية اختيار الأوديو ده لو أنت عايز تخلي الأوديو يطلع معاك لوحده زيادة كفايل منفصل بتختاره. وبس كده في الآخر بتدوس على اكسبورت. وبكده نكون غطينا أساسيات برنامج كاب كات. لو حابب تعرف أكتر عن الفريم ورك اللي تقدر تستخدمه عشان تحسن من نفسك أكتر في المونتاج من غير ما تلجأ لأي كورسات، اتفرج على الفيديو ده. وبس كده، نورت.